حكايه ايه؟ انه قاعد مع المدير الفني؟ لا، حكايه الهجوم المتواصل، يعني حكايه ان انا بحاسب او في ما ينفعش ان انا احاسبه بالقطعه. ما هو بالقطعه ما ينفعش. لا ما ينفعش. ليه؟ هل الشناوي حارس مرمى قليل؟ لا، امكانياته عاليه جدا. ممكن يكون بيمر بظروف بتخلي ما انا كنت حارس مرمى برضه، عشان كده بسألك. وفي بعض الاحيان كان الواحد بيمر بظروف بيدخل فيه اهداف سهله. لكن هي المشكله دلوقتي في السوشيال ميديا زي ما انت بتقول. ان السوشيال ميديا معرفش هل بقى هي حاجه موجهه ولا ايه؟ ما خلي بالك السوشيال دلوقتي بتوجه ساعات الادارات. ايوه، ما انا بقول لك حاجه موجهه لمصلحه مين؟ يعني ما هو دلوقتي يعني برضو خلي بالك الحاشيه بيبقى فيه كل ناس جنبيهم حاشيه، الحق ده فلان بيتكلم بيقول كذا، يبقى لمصلحه حد ودخل نواياه، فالتاني يطلع كده يتكلم. السوشيال لا معلش يا مهيب، لا هي الفكره مش في كده. ده الفكره ان في لجان الكترونيه طبعا هي اللي بتشتغل ان تايم، بيبقى في مصلحه. يا عم اللجان الالكترونيه وجع قلب ايه بس؟ الشناوي عنده مستوى متذبذب كده، يستقر الامور تتظبط. مش كل حد ينتقد اي حد يبقى لجان بقى. ريحونا بقى، تعبنا واللبن بقى جبنه. ليه اعاره حسام حسن او تفكير في النادي الاهلي؟ هل ممكن حضرتك يبقى من اولوياتك ان انت تضم حسام حسن في يناير؟ وارد طبعا. احنا ان لو الاهلي وافق على خروج حسام حسن اعتقد ان احنا هيكون لنا الاولويه، لان طبعا حسام متربي في سموحه وتربطني بيه علاقه طبعا قويه جدا، لكن ده تعتمد على قرار النادي الاهلي. لو الاهلي طبعا حسام حسن هيطلع اعاره او الجهاز الفني وافق ومجلس الاداره وافق، اكيد طبعا هيكون لنا الاولويه. هو بس ولا في لعيبه ثانيه من الاهلي برضه؟ وارد طبعا. لو احنا طبعا لما اقعد مع الكابتن طارق طبعا هنحاول ان احنا لو في مراكز طبعا تكون الاولويه طبعا ان احنا ناخد من النادي الاهلي على اساس ان احنا في المرحله دي ما تحتملش المخاطره. احنا طبعا الدنيا مش هتحتمل المخاطره، احنا محتاجين نعدل بحيث ان احنا نكون واثقين من اللاعبين اللي احنا هنجيبهم ما يكونش فيه اي احتمال للمخاطره. صح. طبعا يا حاج فرج عشان ما نتكلمش كتير، انت هتاخد حسام حسن بالراتب بتاعه، يعني انت بعته لنا بحاجه ب 30 مليون وهتاخده بالراتب بتاعه كل سنه طيب وبتاع. انجح بني ادم يقدر يعبي الهوا في ازاز ويبيعه الراجل ده.